الآن سنفهم لماذا العبقري الذي اعتفك 1000 ليلة وليلة قال لك شهريار هذا اللي كان يقتل كل يوم امرأة ما يعجبوش، لكن نجحت معاه شهرزاد. بعض الناس يقول لك أكيد كانت جميلة، أنت مش فاهم حاجة. ممكن كانت قبيحة جدا جدا. مهما كانت هالشهرزاد جميلة فإنها لا يمكن أن تكون في حق شهريار بالنسبة إليه هذا الرجل الملول السأمان جميلة ومثيرة إلا لليلة واحدة أو ليلتين، لكنها كانت مثيرة ل1000 ليلة وليلة. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ ليست شهرزاد هي المثيرة، إنما جاذبية المجهول، جاذبية القص، جاذبية الحكاية. كل يوم حكاية بنت حكاية، حكاية بنت حكاية. طبعا يسموها الحكاية الإطار في علم النقد الأدبي، حكاية إطار ومنها بتطلع حكايات تتوالد، وكل يوم بده يعرف الصار. الصار طلع الديكة وطلع الصباح وسكت الشهر عن كلام المباح، برجع بسيبها مش حنقول عشان نسمع إيش بصير. التغيير، رغبة الإنسان في التغيير، في التبديل، هذا هو الشعلة الإلهية في الإنسان، شعلة إلهية. يحب فعلا أنه يحيط علما بكل ما يمكن العلم به. هذا هو الإنسان. يقول أنا مش زي شهريار. أنت مش زيه صح؟ أنت كتلة هلامية، أنت حجر يعني. والله بحبش أتعلم كل شيء، ما يهمنيش أنا يهمني أنا عايش هيك وخلاص بالطول وبالعرض. مش فاهم، ما يحبش يفهم. هذا ليس إنسان، ليس إنسان. أبوك آدم كان آدم وكان إنسانا وكان مسجود الملائكة لأنه تعلم الأسماء وعرف كيف يستخدم الأسماء وكيف يكون له سلطة القص والحكاية والعنوان، كما قال نيتشه، قال أن يكون لك سلطة التسمية فهي السلطة. هذه هي لك سلطة على الكون المسخر لأجلك. هذا هو الإنسان، هذا أبوك. أنت لست ابنا لهذا الآدم مثلا. أنت ابن لشيء آخر مسيخ، لشيء بديل. لشيء بديل. إذن أيها الإخوة، المعنى أن حتى العبادة والذكر يمكن أن يمل الإنسان، وهذا له معنى أن الإنسان لا يتكامل بالعبادة والذكر وحده، يتكامل بأشياء أخرى، يتكامل بالزواج، يتكامل بالأبوة، يتكامل بالعمل، يتكامل بالإنجاز، يتكامل بالتحدي، يتكامل بالاستجابة، يتكامل بالصراع أحيانا. أيها الإخوة، يتكامل بكل ملكاته المزروعة فيه. هكذا خلقه الله وهكذا أراد له أن ينمو وأن يتكامل. هل تعرفون أن أكثرنا نولد بشرا مرشحين أن نكون ناسا، إنسانا يعني، لكن كيف نموت؟ انتبهوا، هذا هو ما يحصل أن هذا يموت بقالا. ولد إنسانا ومات بقالا، ولد إنسانا ومات طبيبا، ولد إنسانا ومات خطيبا، ولد إنسان ومات عاملا، ولد إنسان ومات رئيس وزارة. تقول لي ما معنى هذا؟ معنى هذا كونك إنسانا أعظم منك رئيس وزارة ورئيسا وملكا وشاعرا وفيلسوفا ومعلما وطبيبا، لأن كل هؤلاء هم آحاد الإنسان. الإنسان معنى أشمل من كل هذه اللقب، من كل هذه الرتب ومن كل هذه الألقاب ومن كل هذه المراتب. انتبه، الصحيح أن تولد بشرا وأن تموت إنسانا. حقق إنسانيتك، إياك أن تغتال في جحور الرتب والألقاب والتخصصات والأعمال والمنواليات. لا تكن منواليا، متفتحا، تفتح على هذه الحياة بمقدار ما أراد لك من وضع فيك غرائز الإنسان وغرائز الحياة ومعاني الحياة. سأختم بمعنى، وإن أطلت عليكم لكن لن أحرمكم منه ولن أحرم نفسي من أن أقصه عليكم حتى أرتاح، لأنه معنى عجيب جدا. قبل أيام قلت في نفسي، ذكرت هذا في الدرس السابق، لماذا حين نكون شبابا أيها الإخوة، انتبهوا، هذا يهمنا جميعا، نشعر أن الدنيا طعمها يختلف. فعلا الطفل الصغير والشاب يشعر أن للدنيا طعما، للطعوم في الدنيا طعما مختلفا، طعم الفاكهة، طعم الحشائش، طعم الطبيخ، طعم اللحم، طعم المشاريب، لها طعوم مختلفة. الروائح الزكية لها روائح مختلفة. تقول لي مختلفة عن ماذا يا رجل؟ مختلفة عنها حين تكون كهلا أو شيخا. حين تصبح من 50-60 سنة تفقد الدنيا طعمها، تفقد لونها، تفقد أريجها، تفقد علقها، تفقد بريقها، تبهت ألوانها، تفقد جوهرها. ما الذي حصل؟ تنزعج أنت، وطبعا تبتلى بحالة من البؤس، من القنوط، من الإعياء، من الاكتئاب، من الملل، وتبحث لكن أحيانا بطريقة الطاحونة، بطريقة إيش؟ يعني أكرمكم الله في الساقية. المكان الذي ترتحل إليه هو المكان الذي ارتحلت منه، وفي الأخير تسقط في هوة إيش؟ عدم الملل. لن تنجز أي شيء. الملل الذي وصفه بول فاليري بأنه سم السموم،
ومرض الأمراض. أخطر شيء الملل. أما بودلير الشاعر المتهتك الفرنسي في أزهار الشر في أول قصيدة في ديوانه قال: كل تلك الأغوال الكريهة في معرض رذائلنا البغيض، الأغوال الزاعقة المدمدمة العاوية، العقبان، البوم، الغربان، الأفاعي السامة، الهوام، الأسود، الفهود، كل تلك أقل خطرا وأقل شراسة منه، حتى لو لم يصرخ صرخة يجعل عاليها سافلها. إنه ماذا؟ إنه الملل. أصعب شيء في الحياة عند بودلير، أسوأ شيء أيها الإخوة. المهم تقول لي هذا يسلمني إلى حالة من الملل القاتل، أعوض عنها أحيانا بتعويضات فاشلة. لماذا؟ فعلا هذا سؤال كبير وكبير جدا. بعض الناس قد يفكر بطريقة يقول: لماذا يبخل الله علينا؟ أستغفر الله العظيم. طب هو تكرم علينا وأعطانا هذا في الشباب، لماذا سلبنا إياه بدءا من الكهولة وبدأنا نسلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن عرينا منه؟ سأقول لك لماذا وأختم، وانتبه إلى هذا الجواب. الله عز وجل حين كنت طفلا، وبالذات وأنت طفل، الطفل صدقوني يأكل الموز غير موزنا، موجة الطفل غير موجتي 100%. أنا أعرف هذا وأنتم تعرفون صحيح. كوباية شاي مع المرمية أو مع النعناع، كوب شاي الطفل غير كوبك وغير كوبي، صح؟ البطيخة في شيء في حياتي إلى الآن أعتقد أنني سأموت ولن أعبر عنه، لا بلغة علم النفس ولا الفلسفة ولا بأي شيء. البطيخ، كيف كنت أنظر إلى قمعة البطيخ هذه وأنا صغير، شيء والله العظيم لا أستطيع أن أعبر عنه. عالم الطفل يختلف أيها الأخوة بالكامل، لأنه طفل، ستفهمون لماذا. عالم المراهق أكثر معقولية من عالم الطفل هذا المبهم الملغز عن الجميل. الجميل هو الجمال نفسه، هو جوهر وإسنس وروح الجمال والمتعة واللذة والبهجة. تعرفون لماذا؟ لأن هذا العالم، وخاصة عالم المراهق والشاب وما بعده، هو عالم الكيمياء. أكثر هذا كيمياء، هرمونات في الدماغ، في الدم، تجعل المرأة شيئا آخر، تجعل الرائحة شيئا آخر، تجعل الطعم شيئا آخر. إنها الكيمياء. لكن الله عز وجل برسالته القدرية، وهو الذي استخلفك وأعلاك، يقول لك: يا عبدي يا خليفتي، لن أرضى لك أن تكون ابن الكيمياء وصنعة الكيمياء إلى أن تموت. انتهى، أنت خليفتي، عليك الآن وقد خبرت وعشت معنى اللذة ومعنى البهجة ومعنى المعنى، عليك الآن أن تقتنص هذا المعنى بجوهره، أن تقتنص روح هذا المعنى، لا بالكيمياء، لا بالغرائز، لا بالدوافع البدائية التي يشركك فيها الحيوان، انتبه، وإنما بقوة التأمل والفكر والروح. عليك الآن أن تبدأ تحب زوجتك غير الحب الجنسي، غير الحب البدني، غير حب الغريزة، غير حب الكيمياء، حب الإنسان الحقيقي، حب حقيقي متجوهر. عليك أن تفك الطلس. هذه هي المغامرة التي ستبقى معك إلى أن تموت، فإما أن تصل وإما أن تقع، إما أن تنجح وإما أن تفشل. فتعلم أن تعيش، تعلم أن تتجوهر، تعلم أن تترك السطوح إلى الأعماق لتكون إنسانا يا من كنت ابن الكيمياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين.